للأسف احنا ما عندناش الأساسيات الكورة علشان نتكلم في كورة. أساسيات الكورة، وقفة اللعيب في الملعب الصح. للأسف ما عندناش للتسليم والتسلم صح. للأسف واحد زي لعيب زي محمد علي بن رمضان بيعلمنا التسليم والتسلم بيبقى ازاي من نص الملعب، بيعلمنا التحرك يبقى ازاي. واحد بقية الفرق المصريين ما عندهمش الأساسيات دي من الناشئين. من الناشئين يا جدعان، اهتموا بالناشئين يا جدعان. هاتوا مدرب أجنبي للناشئين يعلمهم ازاي يقف في الملعب، ازاي يتحرك في الملعب. دي أساسيات المفروض نتعلمها. للأسف ما عندناش الكلام ده، في مصر. ما تكلمنيش عن أي فريق مصري بيعرف يقف في الملعب، بيعرف يتحرك صح. كل اللي كان بيفرق ديانج وبيخليك تشوفه في حتة تانية وحتة تالتة، التحرك والتمركز صح. تحركه صح هو اللي كان بيفرق معاك في الملعب. عنده في التسليم والتسلم برضو عنده بعض الغلطات، ولكن برضو احسن منك ايا كان، برضو احسن منك. وان شاء الله هنشوفه الماتش الجاي وهتلاقيه فارق باذن الله معاك، وانا بقول لك اهو. انما احنا التسليم والتسلم يا جدعان، احنا مش عارفين نستلم ونسلم لعيبه بملايين الدولارات، بملايين الجنيهات، مش عارفه تستلم وتسلم. وما تكلمنيش كزملكاوي وتقول لي لعيبه الاهلي، لعيبتك ما بتعرفش تستلم وتسلم. لعيبه بيراميدز المصريه ما بتعرفش تستلم وتتسلم. ما تقارنش بيا، انت ما تقارنش بيا عامه. كده كده انت في حته انا في حته تانية وانت في حته، بس انا ليفل في النص. مش هقول لك الليفل العالي، احنا الليفل في النص، انما انت الليفل اللي تحت خالص. فما تقارنش بيا. نقاشك معايا غير محسوم بالمره. هو نقاشك محسوم بالمره. ليه؟ لان لو انا لو انت في حته، انا في حته اعلى منك بمرحلتين برضو. انت عايز تقتنع بدي، مش هتقتنع بدي. انا برضو عندي الليفل بتاعي اعلى، المينتاليتي عندنا اعلى، بس احنا ما جبناش المينتاليتي الاوروبي. ده صعب معانا. ده لسه لعيب مصري ما بيوصلوش غير لما بيروح هناك. محمد عبد المنعم عنده التسليم والتسلم حلو جدا، ومع ذلك راح هناك وقعد احتياطي، لان برضو في نواقص عليه، في حاجات تانية ناقصاه. انما لعيب زي محمد صلاح راح هناك وتأسس، والدنيا برضو كان عنده، قعد احتياطي وبتاع، راح فرقة تانية اقل، اتعلم اساسيات، اتعلم ايه اللي النواقص بتاعته. انما احنا للاسف ما بنجيبش حد يعلمنا النواقص بتاعتنا. احنا بيجي تعالى خد الفرقة هي موجودة اشتغل. واللي بيجي يشتغل بيشتغل على نظامك وسيستمك، ما بيشتغلش على نظامه هو وسيستمه هو الجديد، علشان دي سياسات النادي، علشان دي مش عارف ايه، علشان الحاجات دي كلها نواقص عندنا. عايزين نفسنا نطور المنظومة من اول منتخب مصر للناشئين. منتخب مصر عامة محتاج مدرب اجنبي يلف على كل اندية مصر، على الاقل اندية الممتاز، يعلمهم اساسيات الكورة. شوفوا احنا واصلين ليه. احنا محتاجين نتعلم اساسيات الكورة يا جدعان، اقسم بالله احنا ما عندناش اي اساسيات الكورة، التسليم والتسلم. احنا ما عندناش تمركز صح، ما عندناش الكلام ده، ما فيش. للاسف ما عندناش. ده الحاجات دي ما وصلتش مصر، ما نزلتش بالطيارة. احنا اخرنا نتفرج على الناس دي بس. للاسف احنا لو هنكسب ماتشات عشان الفرقة دي نفسها مش اقوى حاجة، انما انت بتبقى ند ليهم، بس في الاخر زي مثلا ما انت، مع احترامي للفرق الدوري المصري، انت الاهلي يجي يكسب الفرق المصرية علشان الليفل بتاعه اعلى. انما ان انت تبقى ند للناس دي، بتبقى الموضوع صعب في الاخر. خبرتهم وتمركزهم واساسياتهم اللي موجودة عندهم بتفرق عنك، فبتخليك انت تتغلب. سواء واحد سواء اتنين ايا كان، انت بتقف ند، بس هما في الاخر بتبقى الخبرة حسمت بايه؟ الفرق اللي ما بينك وما بينهم
التمركز والسرعه وسرعه رد الفعل، وكل الاساسيات اللي المفروض تبقى عندك. ولنا الله، لنا الله في قفشه، لنا الله في اخونا محمد هاني، اخونا قفشه، ابوس على ايدك. انت ما تنفعش بما يرضي الله تنزل بطوله عالميه زي دي. بما يرضي الله انت ابطأ مما تتخيل. انا ربنا يصلح حالك. انت ما تلعبش في فرقه زي الاهلي كده في كاس العالم للانديه. تلعب مع الاهلي يا عم، مش هتلعب في حتة تانية. انت تلعب مع الاهلي في دوري الرابطة، في كاس الرابطة، في دوري المصري، في كاس مصر. انما مع الاهلي في البطولات الافريقية والعالمية لا. لا انت ما ت- لا ت- لا تصلح لهذا الكلام. ابوس على ايدك يا عم المدرب، برضو اخر حاجة، ابوس على ايدك يا عم المدرب. العب 3-4-3 علشان تستفيد ببن شرقي وتريزيجيه في الملعب مع بعض. ابوس على ايدك العب ببن شرقي وتريزيجيه في الملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.